إليكم الحصاد الإخباري الأسبوعي لجامعة قناة السويس من 8 حتى 14 من أغسطس لعام 2024. رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الفريق أسامة ربيع بتجديد الثقة بتعيينه رئيساً لهيئة قناة السويس. رئيس جامعة قناة السويس يهنئ سارة سمير لفوزها بميدالية فضية في أولمبياد باريس، ويؤكد مندور أن سارة سمير صاحبة لقب الفرعونة المصرية قد حققت إنجازاً تاريخياً في الأولمبياد. تحصل جامعة قناة السويس على تجديد شهادة الآيزو 9001 لعام 2015، ويؤكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية بالجامعة. قافلة طبية وإرشادية من جامعة قناة السويس تتوجه إلى قرية الرائد بحي فيصل ضمن مبادرة حياة كريمة. بمشاركة محافظ الإسماعيلية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ساهمت أسرة طلاب من أجل مصر مساهمة فعالة بجانب اتحاد طلاب جامعة قناة السويس في التدريب العملي المشترك صقر 133. تستضيف جامعة قناة السويس دوري ريادة الأعمال المصري بمشاركة 4 جامعات، وقد شاركت في المسابقة جامعات بورسعيد والعريش والزقازيق وجامعة قناة السويس. فتح مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس للمرحلة الأولى من الثانوية العامة، ويستقبل المكتب 179 طالباً وطالبة خلال اليوم الأول والثاني للتقديم. تسعون مسؤولاً في مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس يقدمون الخدمة للطلاب، و30 متطوعاً من اتحاد الطلاب ابتداءً من الساعة 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً. ويمكن للطلاب ذوي الهمم التقديم بمقر الإدارة العامة لشؤون الطلاب المركزية. عبر الفيديو كونفرنس من سفارة المعرفة بمقرها بجامعة قناة السويس، وفد أسرة طلاب من أجل مصر يشاركون في تدشين برنامج نجوم مصرية ستارز بمكتبة الإسكندرية. جامعة قناة السويس تشارك في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة من 12 حتى 15 من أغسطس لعام 2024. مؤتمر علمي بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس يسلط الضوء على دور الوعي الصحي والنفسي في المجتمع. أدى 600 طالباً وطالبة اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس. معسكر إعداد القادة الفوج 31 3 أيام من التدريب المتميز في المهارات القيادية بجامعة قناة السويس. ختام معسكر إعداد القادة الفوج 31 بجامعة قناة السويس حفل متميز واحتفاء بجهود المشاركين.
دورة تدريبية مكثفة بجامعة قناة السويس حول برنامج إكسل بكلية الحاسبات والمعلومات. تنظم كلية الهندسة بجامعة قناة السويس زيارة ميدانية إلى مصنع حديد عز لصناعة الصلب المسطح. طلاب زراعة القناة يزورون شركة طنطا للزيوت والكتان في إطار التدريب الصيفي. ينطلق الفوج 32 من معسكر إعداد القادة بجامعة قناة السويس خلال الفترة من 24 وحتى 28 من أغسطس. تعلن كلية التجارة بجامعة قناة السويس عن فتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا ابتداء من الأول من أغسطس حتى 15 من سبتمبر لعام 2024. يهدي رئيس جامعة قناة السويس درع الجامعة للواء السيد ندى بمناسبة بلوغه سن التقاعد. تنظم جامعة قناة السويس دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية بكلية الألسن. حفل تكريم الأستاذ محمود صالح مدير إدارة الاستحقاقات لبلوغه سن التقاعد. تقدم كلية الحاسبات والمعلومات 3 برامج حديثة لطلابها الجدد تهدف إلى مواكبة توجهات سوق العمل والتطور التكنولوجي الحديث، وتشمل برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وبرنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية. وفد طلاب جامعة تشينخوا الصينية يزور جامعة قناة السويس لتعزيز التعاون الأكاديمي والتبادل الطلابي. أعلنت كلية التجارة عن 3 برامج دراسية بشعبة اللغة الإنجليزية تلبية لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتشمل برنامج شعبة اللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة CH، وبرنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI بنظام الساعات المعتمدة، وبرنامج نظم معلومات الأعمال BIS بنظام الساعات المعتمدة. رئيس جامعة قناة السويس يعين اللواء مجدي زكريا مديراً عاماً للإدارة العامة للأمن. تستقبل جامعة قناة السويس 222 طالباً وطالبة في المرحلة الأولى للتقديم بمكتب التنسيق الفرعي خلال 3 أيام من العمل. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار جامعة قناة السويس. إعداد المكتب الإعلامي لجامعة قناة السويس، قرأها عليكم محمد جمال.